مرحبا، رجعنا لكم بفيديو جديد. تعال أعلمك شلون تعرف البيض مخصب، يعني شاد أو ملقح. تابع الفيديو للأخير وخلينا اشتراك ولايك وتعليق، ويوميا فيديو جديد. شوف، تاخذ البيضة. طبعا إذا أنت مبتدئ ما أنصحك تشيل البيض من مكانه، إذا ما تعرف الشغلة ما أنصحك نهائيا. تمام، لأن كثير شوي يصير شرس على البيض وما يقبل واحد يده انه يمه، واحتمال من تمد ايدك احتمال يتكسر البيض، او انت تخاف وتشيل ايدك من الطير لما ينقرق. فما انصحك. فاللي عندهم خبرة والمحترفين في هاي الشغلة يعرفون البيض المخصب. تابع وياي. شوف، تفتح لك لايت تاخذ لك واحدة من البيضات. طبعا انا صورت الفيديو متأخر شوي لان هن شادات البيضات مثل ما جاي تشوف. شوف البيض الشاد، هذا الفيديو واضح عندكم. شوف شلون يصير البيضة بيها أوردة أو شرايين حمر. تصير هذا البيض المخصب أو الملقح. شوف استاذي، شوف شلون تصير البيضة، يصير بيها شرايين حمر داخل البيضة. اما البيض المملقح يصير فارغ. شلون هسه هذا الفراغ اللي موجود بالبيضة، شوفه شلون هذا الفراغ، تلقى البيضة صفرة وفارغة كل شيء ما بيها. طبعا اذا تعدت المدة تقدر تفحصهن من 18 يوم الى 25 يوم، تقدر تفحص اذا تأخرن وما طلعن. تشوف البيضة الفاسدة او اللي ما ملقحة هيك صفار، لونها اصفر عادي. اما البيض الملقح يكون هيك، يصير بيه أوردة. شوف استاذي، تخلي لك لايت، اي لايت، او تفتح لك تليفون. شوف البيضة شلون تصير. خليكم ويانا وتابعونا، ويوميا انزل لك فيديو جديد.